انا معايا على الهوا الاستاذ علي عبد الله، مرشد سياحي وباحث ماجستير، ومعايا الاستاذ مصطفى صفوت، باحث ماجستير في الدراسات السياحيه. انا برحب بيكم معانا. اهلا بحضرتك. اولا يعني مش عارفه نبتدي منين ولا منين لما نتكلم عن مصر. زي ما قلت فيها حاجات كتير جدا واماكن كتير جدا. خلينا نبتدي يعني احكي لي ايه اهم المناطق السياحيه من وجهه نظرك كمرشد سياحي في مصر؟ والله مبدئيا شكرا لحضرتك على الاستضافه والبرنامج. هو بالنسبه لمصر يعني مش عارف ابدا برضو من فين. يعني هو مبدئيا مصر واسعه جدا جدا ومليانه انماط سياحيه. فيها جميع الانماط اللي موجوده في البرامج السياحيه اللي ممكن تتحط. سياحه اثريه، سياحه شاطئيه، سياحه ترفيهيه، سياحه مؤتمرات، سياحه يخوت، سياحه طبيعيه، سياحه سفاري. تمام. مبدئيا نبدا بحته التنميه السياحيه. في خلال الفتره الاخيره وبدات الدوله تتجه نحو التنميه السياحيه. التنميه السياحيه هي ان انا بطور الدوله وبطور الاماكن السياحيه دي واخطط لها بحيث الجيل الحالي يستفاد من غير ما اهدر حق الاجيال القادمه. طبعا دي التنميه السياحيه ليها محاور بتعتمد في الاساس على المحور الاقتصادي، المحور والبيئه والانسان او المجتمع. المحور الاقتصادي ما ينفعش اغفل واحد من الثلاثه، لو غفلت واحد من الثلاثه مش هتكون في تنميه خالص. المحور الاقتصادي ليه بيكون ليه فوائد. اولا بس خلينا قبل ما نتكلم عن التنميه وتنميه السياحه، م. انا عايزه اركز بس عن يعني احنا اتكلمنا كده بشكل عام عن المناطق اللي موجوده. ايه اللي بيميز مصر؟ اللي بيميز مصر اولا حضارتها. مصر حضاره 5000 سنه. مصر فيها الآثار. يعني ما فيش مدينة في مصر لا تخلو من الأماكن الأثرية. يعني الأقصر مليانة آثار، أسوان، محافظة قنا مليانة آثار، سينا برضو فيها آثار فرعونية وإسلامية ومتعددة. يعني مش أثر، مش نوع واحد من الآثار أو حقبة تاريخية واحدة، لا، آثار إسلامية وقبطية أو فرعونية. ده في كل المحافظات على الاطلاق. يعني ما فيش محافظه لا تخلو من يعني ودي ميزه كبيره جدا جدا. برضو بالاضافه لسياحه المؤتمرات، كون مصر ومركزها الاقليمي والدولي ده برضو ميزه ليها. برضو الموقع الجغرافي لمصر، قناه السويس في الشمال البحر المتوسط، في الناحيه الشرقيه البحر الاحمر. برضو دول الجوار. ده برضو الجو طول السنه مناسب جدا جدا جدا. ده برضو بيميزها. في بلاد تانية الشمس مش بتوصل لها خالص، يعني الا فترات معينه. لو فترات قليله جدا خالص. اما في مصر لا طبعا. برضو الرياح، شده الرياح، احنا عندنا من افضل اماكن العالم في شده الرياح. برضو دي ميزه. برضو الشمس، احنا عندنا برضو نمط جديد اسمه نوع سياحة الشمس. ان في بعض البلدان اللي مش بيوصل لها الشمس بصورة كويسة، في زي الدول الاسكندنافية وشمال روسيا والدول القطبية، بيجوا في مصر عشان بس يستمتعوا بالشمس اللي هو احنا يعني اللي بنخاف منه. برضو بيميز مصر السكان. طبعا لو السكان بمعنى ايه؟ بمعنى لو حضرتك رحتي مثلا في جنوب مصر، اسوان، الاقصر، طبعا بيمتازوا بالود طبعا. طبعا شعبها. هو مش تعصبا طبعا لان انا من الاقصر او كده. لا لا، بس دي حقيقه. طبعا الحمد لله. برضو في تنوع سكاني لمصر. يعني في عرب في سينا، في برضو البدو. ده برضو برضو ده حافز او زي ما برضو ده تنوع ثقافي. ده تنوع ثقافي بالنسبه لمصر. لما اجي ابص مثلا على التنوع الثقافي لمصر، مليانه فيها مثلا التنوع الثقافي بالنسبه لسينا، بالنسبه للصعيد، بالنسبه للحضر. كل ده برضو بيميز مصر. المساحه، النيل برضو يعني 1200 كيلو متر. البحرين المتوسط والاحمر برضو ده بيميز مصر. حاجة تانية، احنا بنعتمد بشكل أساسي برضو على السياحة. يعني بتمثل بنسبة 15% إلى أكثر بالنسبة للدخل القومي. بالإضافة للتنمية الشاملة اللي بتمر بها مصر في الفترة الأخيرة. وفي أماكن كتيرة جدا زي مثلا محور قناة السويس، ده برضو بيأثر بالإيجاب على السياحة. برضو المثلث الذهبي ده بيتعمل مخصوص لمحافظات الصعيد. أنا عندي على محافظات الصعيد 10 محافظات
يعني معدل التنميه فيها بطيء مقارنه بالمحافظات التانية. محافظات الصعيد اللي عندي اللي هم 10: بني سويف، الوادي الجديد، البحر الاحمر، الفيوم، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان. معدلات الفقر فيها مرتفعه مقارنه بالمحافظات الثانيه. يعني معانا مثلا محافظه اسيوط نسبه الفقر فيها 65%، اما محافظه بورسعيد مثلا لو هنقارنها بمحافظه من وجه بحري 9%. ليه؟ هنا في اسيوط او في محافظات الصعيد عامه مليانه موارد طبيعيه، لكن التنميه غايبه شويه. لكن في الفتره الاخيره بدات الدوله تحط مشاريع تنمويه عملاقه زي المثلث الذهبي. المثلث الذهبي ده بالظبط لا يقل اهميه عن المحور تنميه قناه السويس. ليه؟ هو اسمه مثلث ذهبي عشان بيربط ما بين مدينه سفاجه في شمال البحر الاحمر ومدينه القصير جنوب البحر الاحمر، ومن الناحيه الغربيه محافظه قنا. ايه المشروع ده؟ المشروع ده تنموي زراعي سياحي شامل. ليه؟ في بعض المدن لما اتبنت في الفتره الاخيره زي شرم الشيخ كانت في الاساس سياحيه، فلما كانت تحصل مشكله سياسيه او دوله ما تعادي مصر مثلا، فبيحصل نوع من الاضطراب سياسي، فبتخف العماله، وبيكون في تسريع عماله. اما حاليا اتجه الدوله نحو لتنميه هذه المنطقه يعني. بالظبط. هو لو هنمثل الاقتصاد زي عربيه، العربيه مش بتمشي على عجله واحده، بتمشي على اكتر من عجله. فبالظبط ده اللي تم. في شركه ايطاليه اسمها ديو بولونيا. لا بلاش اسامي تمام. الشركات في شركه استشاريه، هي الدوله حبت انها يكون الاستشاري بتاع المشروع ده المثلث الذهبي يكون شركه اجنبيه. هي شركه ايطاليه متخصصه من اكبر شركات العالم في الاستشارات التنمويه. المشروع ده من الناحيه الزراعيه هيعمل طفره كبيره جدا. مش هيكون زراعات تقليديه يعني المحاصيل الزراعيه، لا، هيكون نوع غير تقليدي من الزراعات. هيكون زي ايه؟ هيكون في اعشاب طبيه. ده هيديني نوعين من الفوائد. اولا سياحه العلاجيه، السياحه العلاجيه طبعا. الحاجه الثانيه هيعمل جنبه مصانع. انا بعمل هنا اضافه لقيمه المنتج بتاعي، بمعنى انا لما يكون عندي محصول زي محصول القطن، كان زمان بيتاخد دي مفهومه، بس خلينا نرجع للمثلث. تمام. انا بضيف القيمه للمنتج بتاعي، بمعنى تمام. ان انا دي صور بالظبط. المثلث الذهبي ده صور المثلث الذهبي. هل تم بالظبط؟ هو اتعمل قرار جمهوري في 2018 تم البدء فيه يعني. بالظبط. في اشتغلوا فيه. دي اثار ده اثر اسلامي. اتعمل مسح شامل للمكان في اكتر من 20 موقع اثري. ده هيضيف برضو ميزه للمكان، ان هيكون في 20 موقع اثري داخل هذا المثلث بالظبط. الذهبي. 20 موقع اثري، في اثار اسلاميه، في اثار فرعونيه، في اثار قبطيه. يعني من ضمن الاثار الاسلاميه كان ده طريق الحج القديم. كان بالظبط. كان في مكتوب كده اثار نقوش باللغه العربيه، لا اله، بالظبط النص كان مكتوب لا اله الا الله سنه 500 هجريه. بالظبط. ده من الاثار الاسلاميه. برضه من الاثار الاسلاميه وده كان طريق الحج زمان. بالظبط. كانوا هم بالنسبه للصعيد، بالنسبه لقاره افريقيا يعني بياخدوا الطريق ده بالظبط. فهم كان بيعدوا مثلا في فتره الصيف. الصيف كانوا بيستريحوا في الكهوف. فلما كانوا بيستريحوا في الكهوف، فكان في حد منهم يعني من كتب بالظبط، وسجل اسمه، وكتب يعني لا اله الا الله، وكتب اسمه حاتم الطائي بالظبط، وكتب سنه 500 هجريه، يعني تقريبا من 900 سنه. من 900 سنه بالظبط. يعني المكان ده عدت عليه ناس من 900 سنه. ده من اثر اسلام. برضه في اثر اسلامي تاني، في قلعه للمماليك. كان المماليك برضو كانوا بيشتهروا بالقلاع، ففي قلعه موجوده هناك، ده اثر اسلامي. في الاثار القبطيه، اثار مسيحي كان في عهد دي كلها طبعا حاجات يعني كلها سياحيه طبعا. كلها سياحيه احنا ما شفناهاش. ما هو لسه اتعمل دي حاجات جديده بالظبط. ولا زال بالظبط، ولا زال المسح على شغال في المكان ده. برضو من ضمن الاثار الموجوده هناك قريه مدينه رومانيه.
المكان اصلا فيه تقريبا مدينه بحالها رومانيه، مدينه رومانيه، اثار آثار لها مدينة طبعا عوامل التعريه والجو، بس في اثر اثار مدينه رومانيه بالظبط. في المكان ده برضو في ميزه مش موجوده تقريبا في اي مكان في مصر، المناجم. في اكتر من 40 منجم ذهب في المكان ده، 40 منجم. ده دهب بس، انا يعني ما عدتش المعادن التانية. في فوسفات، في حوالي 5 مليار ونص طن فوسفات في المكان ده. ده اكبر احتياطي فوسفات يعني لمصر في المنطقه دي. هيتعمل مجمعات صناعيه، مش هيتعمل مصنع، هيتعمل مجمعات صناعيه. هيتعمل بالظبط 9 مجمعات صناعيه. الحاجات دي برضو كلها هتدعم السياحه. ليه؟ لما هترفع معايا مستوى دخل المحافظات المحيطه، زي محافظه البحر الاحمر طبعا هي اساسيه مشاركه، محافظه اسوان، محافظه الاقصر، محافظه قنا، محافظه سوهاج. كل الايدي العامله هتكون من الاماكن دي. تمام. تمام. وبرضو حته تانية، المثلث ده مطل على البحر الاحمر، فبرضه هيدعم معايا السياحه الشاطئيه. برضه حته تانية مهمه جدا جدا، في لغط كتير بيحصل ان بخصوص الذهب، بيسافر بره ما بيرجعش. هيتعمل مدينه ذهب، اسمها مدينه الذهب. هيتعمل مجمع صناعي للذهب بحيث ما يروحش كندا، يفضل هنا يعني. وبرضه ويتم تصنيع الذهب هنا يعني. بالظبط في مصر. في مصر برضه هيضيف لي نمط جديد اسمه سياحه الاغنياء. في دول مشهوره زي سويسرا وايطاليا، في ناس بتسافر لها عشان خاطر انها تبص على مشغولات الذهب. لا، هيكون في مصر طيب الموضوع ده. الاقصر متحف مفتوح، يعني انها كلها كده، كل المدينه عباره عن متحف. ده صح ولا غلط اللي انا بقوله؟ لا، ده صح طبعا. الاقصر بتتميز كم اثار مش طبيعي. الشارع رهيب. كم اثار، ولسه ما في اماكن لم يتم اكتشافها حتى الان. ده هو لسه من فتره في خبيئه الاقصر تم اكتشافها، وكان وزير الاثار الدكتور خالد العناني راح بنفسه، وكان في حوالي اكتر من 34 تابوت، بس اخذوا التوابيت دي وراح في المتحف المصري الكبير في ميدان الرمايه، وهيتم افتتاحه في 2020. طبعا الاقصر لو اتكلمت عليها من الناحيه الاثريه مش هعرف طبعا اوضح كل طبعاً. شيء. هي الاقصر بالظبط عباره عن ضفه غربيه وضفه شرقيه. الضفه الشرقيه فيها متحفين، متحف الاقصر ومتحف التحنيط. في برضو معبد الاقصر، في طريق الكباش، في معبد الكرنك، معابد الكرنك يعني اكبر مجمع معابد جنائزي في العالم. كل الحاجات دي موجوده في البر الشرقي. لو عديت البر الغربي، في برضو كميه اثار رهيبه. في وادي الملوك، وادي الملكات. وادي الملوك فيه اشهر مقبره هناك، مقبره توت عنخ امون الملك الذهبي. في وادي الملكات في اشهر طبعا مقبره هناك في وادي الملكات، نفرتاري زوجة رمسيس الثاني. المقبره هناك تحفه فنيه يعني. في برضه معبد سيتي الاول، معبد الرمسي. ومعبد الرمسي ده مشهور جدا، وبيتميز في اول معاهده سلام في التاريخ. اللي هي المعركه كانت معركه قادش ما بين الملك رمسيس الثاني والحيثيين اللي انتصر عليهم. تمام. تمام. طيب حاضر. برضو في تمثاليه ممنون في مقابر احنا مهما نبلاء. نعدد فيها ايه طبعا مش هنقدر نعدد. طب المشكله الحاجات برضو اللي موجودة. العفو. مشاهدينا انتهينا من حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده واراده مصريه جديده.